if you smell what the bloodline is cooking. The best in the world. Believe in the Shield. Give me a hell yeah. If you smell. Acknowledge me. فتحنا العرض بوصول الروك بالعربيه الفورد الجامده جدا بتاعته دي، وشكلنا كده داخلين على ليله زي الفل ان شاء الله يعني. المهم دخل الروك ويلا بينا نبدا فرايداي نايت سماك داون. بعد كده بقى بنروح لاول مباراه معانا، كيفن اوينز ضد دمدم على التصفيات المؤهله لماتش الاليمينيشن تشامبر. بدات المباراه وقعدت 14 دقيقه وحرفيا ما كانتش محتاجه كل الوقت ده، لان المباراه تقريبا من طرف واحد بجد. كيفن اوينز ماسك دمدم وهاتك يا دعك فيه، هاتك يا دب فيه، نفخ. وشايفين الكروس لاين عامل ازاي؟ تحس ان هو عجينه في ايده. الواد ضعيف جدا والله بجد، الواد ضعيف، الواد ما فيهوش عضله واحده. وفين لما كان يعمل حركه كده ولا كده وما كانتش بتبقى مؤثره قوي في كيفن اوينز. فعلا الماتش ده ما كانش مستاهل ربع ساعه. المهم في اخر المباراه دمدم قال لارتروس اللي كان واقف تحت الحلبه، قال له هات لي كرسي بسرعه، لو عاوز تنضم للجادجمنت دي هات لي كرسي دلوقتي بسرعه. قام ارتروس راح جاي جايب الكرسي، بس راح جاي فاتحه وراح جاي قاعد عليه، اللي هو مش عايز انضم ليكم، ها يا اولع. كان زمانه جبر خلاص. وفي اللحظه دي كيفن اوينز هو اللي خلصها وثبت دمدم، وهو اللي اتاهل لماتش الاليمينيشن تشامبر. ماتش مرعب، كل المتاهلين فيه مرعبين وتقال ولسه. المهم الماتش ده كان من طرف واحد بالنسبه لي يعني، واديله 7 من 10. المهم بعد الماتش طلع ارتروس يحتفل مع كيفن اوينز، وعمال يقول لكيفن اوينز يا مز يا مز. هو مقتنع ان هو ذا مز، وكيفن اوينز ساعتها اللي هو يا عم خلاص اللي انت شايفه ذا مز مش مشكله. بعد كده بقى بنلاقي المذيعه بتقول لدرو ماكنتاير ان كيفن اوينز انضم لماتش الاليمينيشن تشامبر. فايه تعليقك على الحوار ده؟ انا مش مهتم مين اللي ينضم. ماتش الاليمينيشن تشامبر فيه نجوم تقال وبارزين جدا في الدبليو دبليو اي، واكيد كلهم عاوزين يفوزوا، بس شخص واحد بس اللي محتاج الفوز ده جدا. وده مش لنفسي يا جماعه، ده عشان خاطر عرض الرو، عشان خاطر ارفع من الورلد هيفي ويت تشامبيون شيب، عشان خاطر الناس، عشان خاطر منقذ ريسل مانيا درو ماكنتاير. من 4 سنين لحظتي اتسرقت مني وانا محتاج ان انا ارجع. انا محتاج ده، انا محتاج دي، ايا كان بقى. انت كل شويه عمال تتكلم في نفس الكلام ده. انت بتتكلم دلوقتي عن لحظتك اللي اتسرقت منك، طب هي هتتسرق منك تاني في الاليمينيشن تشامبر من الراجل اللي بيسموه الميجا ستار with everybody say LA Knight. Yeah. برافو عليك، بس كل البجاحه وقله الادب اللي انت فيها دي خلاص انتهت. هم كلهم دلوقتي واقفين وراك، بس انت لازم تحقق نتائج وبطولات، عشان لو ما عملتش كده هيقلبوا عليك، لان انت انتاجك صفر في كل حاجه. لكن بص على تاريخ، انا مبسوط انك جبت سيره تاريخك دلوقتي، بس في الاول كده خليني اشكرك على النصيحه دي يا راجل يا عجوز. المهم وانا ببص على تاريخك لقيت اني من ساعه ما وصلت انا هنا وانت ما بقتش بطل خالص. ولما ببص على التيشيرت ده بلاقي ان لسه في مساحه على القبر ده ممكن نحط عليه اسم تاني. انا شايف مكتوب عليه هنا سي ام بانك، وممكن كمان يتكتب عليه دي ام هانك. طموحاتك مدفونه. ده انت عسل بقى وبتقول نكت. لا انا بتكلم جد. وبس كده جم الحكام وفرقوهم عن بعض وانتهت الفقره دي على كده، وتم الاعلان رسميا ان هما الاثنين هيقابلوا بعض الاسبوع الجاي في سماك داون. درو ماكنتاير يا جدعان مش راحم نفسه، وتسليطه الضوء على درو ماكنتاير الفتره دي بتقول لك ان درو ماكنتاير بنسبه كبيره جدا هو اللي ممكن يفوز في ماتش الاليمينيشن تشامبر. درو ماكنتاير بيظهر في الرو، بيظهر في سماك داون دلوقتي، وعنده ماتش مهم جدا في عرض الرو جاي مع كودي رودز، وعنده ماتش مهم برضه الاسبوع الجاي في سماك داون مع LA نايت قبل الاليمينيشن تشامبر بكام ساعه. فده كده بيتسمى تسليط الضوء على شخص معين اللي هو درو ماكنتاير، وده بياكد لي جوايا بصراحه ان درو ماكنتاير بنسبه كبيره جدا جدا هو اللي هيفوز في الاليمينيشن تشامبر بنسبه كبيره يعني. المهم درو ماكنتاير بعدها نزل على تويتر الصوره دي، ودي بسبب لما LA نايت قال له يا راجل يا عجوز، فهو راح جاي داخل على جوجل وسرش وكده ولقى ان LA نايت اكبر منه ب3 سنين، فهو بيتريق يعني انه مش هو الراجل العجوز، لا ده LA نايت هو اللي راجل عجوز وهو اللي اكبر منه وكده يعني. ايا كان انا عاجبني قوي الهيل بتاعه ده، هيل لذيذ كده ما تملش منه، هيل دمه خفيف كده شويه. واعتقد ان الماتش ده درو ماكنتاير هو اللي هيفوز فيه، او ان الماتش ده هيخلص دي كيو، لكن ما اعتقدش خالص ان LA نايت هو اللي هيفوز.
بعد كده بقى بيوصل للبلاد لاين الترايبال شيف رومان رينز، وحصلت حاجه جامده جدا وغريبه جدا في نفس الوقت. رومان رينز اول ما نزل كان رايق ومبسوط كده، وراح جاي حاضن جيمي اوسو وسط ظهور وصدمه جامده جدا من جيمي، وراح جاي قايل له خلينا نصلح كل حاجه الليله. جيمي ساعتها مصدوم كده، اللي هو ده من امتى الكلام ده؟ بس جيمي فرح جدا ساعتها، اللي هو خلاص حس ان هو رجع للبلاد لاين من تاني وللعيله كلها من تاني. وهنا رومان رينز بيغير السيناريو. كان في الاول مش طايقه وجيمي كان خايف احسن رومان رينز يعمل فيه حاجه، وكان رومان بيرمي كل حاجه على جيمي اوسو. دلوقتي رومان ضمه ليه لما حس ان هو محتاجه الفتره الجايه، او لما رومان حس ان العيله لازم تتلم من تاني بعد ما الروك رجع ووقف معاه. عموما كده البلاد لاين دلوقتي على قلب رجل واحد، مفيش بقى مشاكل بين جيمي ورومان ولا جيمي وسولو ولا اي حاجه خالص، كده كلهم تمام قوي مع بعض. ودي حاجه لازم تخوف كودي رودز وجماهير كودي رودز. بس كده. بعد كده بقى بنروح لماتش لوجان بول ضد ذا ميز على تصفيات المؤهله لماتش الاليمينيشن تشامبر، وده اخر ماتش في التصفيات. ده بقى كان احلى من الماتش الاولاني بصراحه، لانه كان هات وخد رايح جاي بينهم يعني. ذا ميز في اغلب الاوقات حط عليه جامد جدا، لكن لوجان بول برده كان عامل شغل حلو بصراحه يعني. بس في نهايه المباراه بعد ما ذا ميز كانوا علقه محترمه، لوجان بول في الاخر هو اللي خطف الفوز وهو اللي فاز على ذا ميز، وده كان شيء متوقع جدا، وتاهل لوجان بول للماتش. وبكده احنا قدامنا 6 فيهم كل حاجه احنا عاوزينها. اداء جامد، قصه جامده، حماس رهيب، تاريخ مفيش بعد كده، 14 بطل عالم، قوه بدنيه مفيش عضلات اكتر من كده، وده عليه واحده ايه مفيش طرب اكتر من كده. يعني انا مش لاقي حاجه اقولها، مش لاقي حاجه مميزه اقولها على ال نايت وسط الناس دي. ماشي، المهم ان الستة دول جامدين جدا، وانا متحمس قوي للماتش ده بصراحه يعني. بس لو خدتوا بالكم بقى كلهم من سماك داون، ودرو ماكنتاير بس اللي من الرو، اللي هو لو قاصدين يعرفوك ان درو ماكنتاير هو اللي هيفوز مش هيعملوا كده بجد يعني. كانوا حتى المفروض يخلوا سامي زين يتاهل كده ولا اي حاجه، لكن مفيش. يعني شكلها وحش قوي ان اللقب بتاع عرض الرو وكل اللي بينافسوا عليه من سماك داون. يعني مش فاهم، يعني هو عرض الرو ما فيهوش رجاله يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ولا انتوا قصدكم تقولوا ان رومان رينز ابن رخمه ما بيخليش حد ينافس على اللقب بتاعه، فلقب سيس رولينز ده للجميع ولا ايه؟ مش فاهم انا بجد، حاجه غريبه. درو ماكنتاير بس اللي من عرض الرو. ايا كان هو الماتش هيبقى جامد وكل المتاهلين جامدين، بس انا بتكلم على فكره الرو وسماك داون بس كده. عموما الماتش ده كان حلو جدا برضو، واديله 8.5 من 10. بعد كده بقى بنلاقي ايجي ستايلز قاعد مهموم كده ومتضايق، قام جاله الاو سي وقعدوا يقولوا له انت ما بتتصلش بينا ليه؟ ليه ما كلمتناش؟ ليه ما بعتلناش كده يعني؟ قام كارول اندرسون قايل لهم انا مش عارف انتوا ليه مهتمين بيه قوي كده، لان من الواضح ان اي جي نسي اصله. قام ساعتها ايجي ستايلز راح جاي ماسك فيه وشدوا في بعض، وبعد كده سابهم ومشي. ايجي ستايلز بقى يا رجاله هو ده اللي يتقال عليه ان هو مهمش، مش سامي زين. سامي زين اللي بيحصل معاه ده سيناريو، لكن ايجي ستايلز ده اللي مهمش بجد للاسف يعني. ايجي ستايلز فورمته عاليه جدا واداؤه جامد جدا، بس للاسف مظلوم ومش واخد حقه خالص، وحاسه ماشي للاسف في طريق شيماس، خسائر كتير ورا بعض وعدم اهتمام كده يعني. عموما هو دلوقتي كده قلب على الاو سي ومش طايقهم خالص، فهنشوف بقى هيحصل معاه ايه الفتره الجايه. بس كده. بعد كده بقى تم الاعلان ان سيس فريكي رولينز وكودي رودز هيكونوا ضيوف جرايسون وولر في عرض الاليمينيشن تشامبر. يعني غفلونا تغفيله بنت لذينه، فضلوا مخلينا كلنا فاكرين ان سيس رولينز وكودي رودز هيلعبوا في الاليمينيشن تشامبر، وفي الاخر طلعوا هيشاركوا كضيوف مع جرايسون وولر عادي جدا. بس عاوز اقول لكم على حاجه كده، الفقره دي هتبقى اهم من اي ماتش هم ممكن يلعبوه في الاليمينيشن تشامبر بجد. الفقره دي بنسبه كبيره جدا هيحصل فيها حاجات قويه قوي، والدليل المشهد اللي حصل بعد اعلان عن الفقره دي. لقينا بول هيمان واقف بيتكلم مع جرايسون وولر وعمال يشرح له حاجه كده بس من غير صوت، كانوا حاطين موسيقى. واللي معروف عن جرايسون وولر ان هو بيحب البلاد لاين ومعترف برومان رينز عادي جدا، فعشان كده بقول لكم ان الفقره دي شكلها كده مش هتعدي على خير خالص يعني. بعد كده بقى بيطلع نيك ألدس عند باب القاعة وبيعلن ان برون بريكر مضى لسماك داون. ومعنى انه مضى لسماك داون معنى كده انه ممكن يحتك بالبلاد لاين فيما بعد، لان واحد زي ده افضل مكان ليه هو الرو، فكون ان هو يمضي لسماك داون ده معناها انه ممكن يكون في كلام بينه وبين البلاد لاين، بول هيمان بقى او رومان رينز او اي حد فيهم الفترة الجاية. بس عامة انا متحمس جدا ليه وحابب اشوفه بيلعب قريب جدا. بس كده.
بس قبل ما نكمل احب اشكر اخويا وحبيبي شادو النعيمي من الامارات، وبقول لك بصراحه انا مختلف معاك ان جي اوسو هيفوز. لا اعتقد ان جي اوسو هيخسر، لان العداوه دي ما اتبنالهاش كويس، ما حسيتش ان في عداوه بينهم قوي يعني. تاني حاجه ماشي، ممكن الروك فعلا يتدخل في ماتش الاليمينيشن تشامبر، ممكن عادي. اما بقى اخر حاجه، فاعتقد ان درو ماكنتاير مرشح اكتر من راندي اورتن ان هو اللي يفوز، بس عموما هنشوف يعني. لو راندي اورتن فاز او جي اوسو فاز فانا هرجع للكومنت بتاعك تاني، احنا هنروح من بعد فين يعني. وبشكر برضه اخويا احمد اسلام، وبقول لك اعتقد انك هتغير رايك وهتغير كلامك كله بعد ما تسمع البرومو بتاع الروك وكلامه النهارده يعني. وبشكر برضه انجلش جرامر، وبقول لك لسه موضوع التاك تيم ده لسه مجرد توقعات، لسه ما فيش حاجه اكيده يعني، بس انا عندي توقع مهم للحوار ده هقول عليه في فيديو التوقعات ان شاء الله. اما بقى ناكامورا فانا بتفق معاك فيه جدا، ومش معنى ان انا بهزر عليه ان انا كده بقلل منه او اي حاجه، لا خالص والله. ناكامورا بالنسبه لي اداؤه حلو جدا على الحلبه، بس هو رياكشناته غريبه شويه يعني، بس هو عامه عسل يعني. اما بقى القاب التاك تيم فانا اعتقد ان هم هيدمجوها اصلا وهتبقى في لقب واحد مش هيفصلوهم، لان هم كانوا من فتره كان في اخبار منتشره عن حوار دمج الالقاب ده، بس انا ما اعرفش مره واحده سكتوا عنه ليه يعني. بس كده. واخيرا بشكر اخويا تميم من السعوديه، وبقول لك انت بنفسك بعد ما تسمع الفقره بتاعت الحدث الرئيسي انت بنفسك اللي هتعرف اجابه السؤال ده بكل سهوله يعني. بس كده. بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي، معانا بيطلع الترايبال شيف. The greatest performance in the history of Roman Reigns' career. The most violent, the most diabolical, the most dangerous. A beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner, the ultimate needle mover, the head of the table, the tribal chief. This is greatness on a different level. I'm the greatest of all time. دخل البلاد لاين وهم تمام جدا مع بعض ومفيش اي خلافات بينهم، ورومان رينز كان مزاجه رايق قوي قوي النهارده. بس عاوز اقول لكم ان رومان رينز والروك طول الفقره شتايم في الجماهير، وبالذات الروك قل ادبه جامد جدا على الجماهير يعني. المهم مسك رومان رينز المايك وقال Salt Lake City, acknowledge me. انا عاوز اكون صادق معاكم كلكم النهارده يا شعب يوتا، انتم اغبياء لما بتتجمعوا كده كلكم على بعض، فانتم بتبقوا اغبياء جدا. الليله دي ليله كبيره جدا، فانا مش عاوزكم تبوظوها ها، عشان لما يجي دلوقتي ابن عمي فانتم ممكن يركبكم الغباء وتقعدوا ترددوا الشعار المضحك الكوميدي اللي انتم بتقولوه ده. بس هو ده الموضوع، كل كلمه بنقولها ليها معنى، ليها هدف، مفيش كلام بيتقال هباء كده وخلاص، لا كل دي معلومات انت محتاج تفهمها. الليله ليله للتاريخ، الليله هي اعظم واكبر ليله على الاطلاق في تاريخ الدبليو دبليو اي. وقامت الجماهير كلها ساعتها قعدت تهتف لكودي رودز، الراجل اللي بوظ كل حاجه، كودي رودز، ماشي. لكن احنا الليله هنصلح كل حاجه بنفسنا، لان الليله دي ليها علاقه بالتاريخ. الليله هي الليله الاولى اللي نقدر نقول فيها ان الروك عضو في البلاد لاين. The Rock is a member of the bloodline. رسميا الروك بقى في البلاد لاين، ودي خطوه فعلا للتاريخ زي ما رومان رينز قال. محدش كان متوقعها من حوالي اسبوعين بس والله. بس قبل بقى ما يخش الروك، خدتوا بالكم لما رومان رينز قال كودي رودز بوظ كل حاجه واحنا هنصلح كل حاجه الليله، والروك كان قايل لتريبل اتش لو ما صلحتش اللي حصل ده فاحنا اللي هنصلحه. فلما تريبل اتش ما اهتمش بكلامهم، رومان رينز جاي دلوقتي يقول احنا اللي هنصلح كل حاجه. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان هم ناويين يبوظوا كل حاجه على كودي رودز، لان معنى الكلام بتاعهم الروك بيقول لتريبل اتش صلح اللي كودي رودز عمله. لما كودي رودز اختار رومان رينز فهو بيقول له صلح اللي كودي رودز عمله، اللي هو خلي كودي رودز يختار سيس رولينز عشان انا اللي هلاعب رومان رينز، ولو انت اللي ما غيرتش المباراه دي وصلحت الليله دي كلها فانا ورومان رينز اللي هنصلح الليله دي. بعدها تريبل اتش طلع وقال اللي هيحصل في ريسل مانيا هي المباراه دي سواء عجبك او ما عجبكش. فدلوقتي رومان رينز بيرد على تريبل اتش وبيرد على الجماهير وبيقول لهم احنا خلاص هنصلح كل حاجه بنفسنا الليله، وراح جاي معلن ان الروك بقى عضو في البلاد لاين.
دخل الروك وسط تفاعلات جامده جدا من الجماهير، اللي هو ازاي انا مش عارف. الجماهير دي غريبه والله، شويه يقولوا وي وانت كودي، واول ما الروك يدخل يتفاعلوا معاه تفاعل جامد جدا ويحيوه، حاجه غريبه يعني. المهم دخل الروك وكان لابس فيست كده، كان بيلبس زيه زمان ايام التسعينات لما كان هيل في التسعينات يعني. فالروك داخل بيأكد للكل ان هو هيل رسمي. بس عاوز اقول لكم على حاجه، هيل عن هيل بيفرق. الهيل بتاع رومان رينز تحس ان هو حلو كده وتتقبله، الهيل بتاع درو ماكنتاير جامد جدا ولذيذ كده وتحس ان انت ما تملش منه. الهيل بقى بتاع الروك حاجه تالته خالص، هيل مستفز بجد، هيل بغرور، هيل يخليك تكرهه حرفيا. فالروك بصراحه مأدي الشخصيه الهيل بطريقه جامده ومميزه وقديمه بصراحه يعني. المهم دخل الروك والفيست اللي هو كان لابسه ده كان معفن جدا، ما كانش لايق عليه خالص يعني. بس الروك مسك المايك وهتك يا شتايم في الجماهير يخرب بيتك. المهم بدأ بالكلام وقال قبل بس اي حاجه كده، الروك عنده شويه اخبار كده ليكم هيقولها لكم وهتخليكم مبسوطين جدا. الليله رسميا كلكم دلوقتي على الهواء مباشره على قناه فوكس حطمتم رقم قياسي كبير جدا، مش في القاعه هنا بس، لا في الولايه كلها. مبروك. والرقم القياسي اللي انتوا حطمتوه ده هو انتوا حطمتوا الرقم القياسي الاكبر تجمع زباله في مكان واحد، الروك ما شافش زيه قبل كده. اوه انا مش قادر افهم الجماهير ازاي قاعده كده من غير ما تحدف عليها اي حاجه بجد والله. لا ومتفاعلين معاه يعني، هو بيقول لهم وش كده، بيقول لهم ان انتوا عالم زباله، القاعه هنا فيها اكبر تجمع من الناس الزباله، ده معنى كلامه. بيشتمهم صريحه مفيش بعد كده، وهم بص مبسوطين ازاي يعني. انا ما شفتش كده في حياتي يعني. طب يعني طلعوا عليه صيحات استهجان، اعملوا اي حاجه يعني. عالم غريبه والله، ولا اكنه بيمدح فيهم. ماشي. المهم لو ما عجبكش الكلام اللي انا لسه قايله ده فانت هتحب اللي انا هقوله دلوقتي. اوه انتوا عاوزين تستهتروا بكلامي؟ انت متاكد انت وهو انك عاوز تطلع صيحات الاستهجان على الروك؟ ماشي. فاينلي اخيرا حياتك بقى ليها معنى. فاينلي اخيرا هيكون عندك انت ومراتك اللي عندها 50 سنه دي، اخيرا هيكون عندكم قصه تحكوها لاحفادكم اللي وزنهم وصل ل 600 رطل دول. هتقدر تحكي لهم القصه دي في يوم من الايام، لان اخيرا has come back to Salt Lake City. ده انتوا جماهير مبالغ فيكم والله العظيم، وحلال فيكم الشتيمه والله بجد يعني. عمال يشتم ويقل ادبه عليهم وبرضه عمالين يرددوا معاه الكلام ويتفاعلوا ويهللوا. طلعوا عليه صيحات الاستهجان يا اغبياء، حرفيا ما كانش فيه صيحات استهجان جامده ولا روكي ساكس ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص اللي كانوا بيقولوها في عروض الرو قدام كودي رودز. يعني انا مش فاهم، قدام كودي رودز بتقعدوا تقولوا روكي ساكس وقدام الروك بتتفاعلوا معاه حتى وهو بيشتم فيكم. هو انتوا بتجاملوا كودي رودز يعني ولا انا مش فاهم؟ انتوا كلكم طلعتوا الجانب السيء من الروك اللي ما شفتوهوش بقالكم سنين، لكن زي ما انتوا شايفين الجانب ده دايما موجود في الروك. اقفل بقك وانا بتكلم يا تخين انت وهو. الروك لو نزل لك هيضربك على بقك ويقفل لك شفتك دي. الجانب السيء ده انتوا ما شفتوهوش من فتره طويله جدا، بس هو دايما كان موجود. بس هل انت عارف ليه انت شايف الجانب السيء ده من الروك الليله؟ لان الروك ورومان رينز هم اكبر حدث رئيسي كان هيحصل في تاريخ ريسلمانيا، وكان الحدث ده بين ايديك بس انت سبته يمشي ورميته في قعده الحمام، نفس القعده اللي انت بتقعد عليها الكبيره دي، وتمسك تليفونك وتقعد تكتب We want Cody. Cody's gotta finish his story. انت دلوقتي بتضحك وبتطلع صيحات الاستهجان عشان عارف ان الكلام ده صح. طيب الروك هيسألك سؤال كده، ايه هي قصة كودي؟ ايه هي القصة بتاعته؟ ها؟ الروك هيوضح لك دلوقتي الموضوع. ابن عمي رومان رينز بطل اليونيفرسال فاز عليه السنة اللي فاتت في ريسلمانيا، خلص عليه وخسر كودي رودز المباراة. دلوقتي فجأة كودي جاي وعاوز مباراة الإعادة. هي دي قصته؟ الأمور ما بتمشيش كده خالص. لو فكرت شوية هتلاقي ان المنطق ده غبي. واقفل بقك واسمع الروك هيقول ايه، عشان الروك هيعلمكم دلوقتي يا شوية جهلة. المنطق بتاع كودي ده غبي. طبق المنطق الغبي ده على اي رياضه ثانيه. لما فريق 49 ERS خسر من فريق كانساس سيتي عملوا ايه ساعتها؟ هل فريق 49 قال لا احنا لازم ننهي قصتنا؟ ها؟ لا، خدوا بعضهم زي الرجاله ووقفوا نفضوا هدومهم وتحملوا خسارتهم زي الرجاله وكملوا في اللي بيعملوه. كل شخص في القاعه هنا وفي الولايه كلها لازم تفهموا ده. فكروا في الموضوع ولو للحظه واحده. مايكل جوردن لما جه هنا ودمر احلام فريق يوتا، ساعتها فريق يوتا عملوا ايه؟ ها؟ قعدوا يقولوا عاوزين ننهي القصه ولازم ننهي القصه وكل الكلام ده؟
لا، اتحملوا الخساره زي الرجاله ومشيوا وبذلوا اقصى جهدهم عشان يوصلوا للقمه من تاني، وهو ده اللي هم عملوه. مش دي الطريقه اللي العالم بيمشي بيها. مش هتاخد فرصه تانيه لانهاء القصه عشان انت عاوز كده، لا دي مش طريقه شغل خالص. بس انتوا مش فاهمين كده لانكم شويه مدللين Entitled little crybaby. كودي رودز، في حاجة واحدة بس خليها واضحة قدامك، وهي ان الروك هيعمل كل ما في وسعه عشان يتأكد انك خرجت من ريسل مانيا وانت خسران. هعمل كل ما في وسعي عشان ده يحصل. كودي رودز، انت قصتك انتهت وقصتنا هي اللي بدأت دلوقتي. البلاد لاين، الثنائي الاقوى والمهيمن في الرياضة كلها وفي الدبليو دبليو اي طبعا. If you No. لا، مش عاوز حد يردد معايا. خلاص الترديد مع الروك خلاص انتهى. انتوا خلاص خسرتوا الميزه دي. اقعد بقى دلوقتي ساكت واقفل بقك واستمتع باللي الروك هيقوله دلوقتي. If you smell what the bloodline is cooking. المصارعه ما فيهاش غير عيله ملكيه واحده بس. What the bloodline is cooking. نهاية جامدة جدا بصراحة للبرومو ده، وبكده رسميا الروك بيعلن انضمامه للبلاد لاين. طيب تعالوا بقى كده سريعا نفسر الكلام اللي اتقال ده. بصوا يا رجالة، من الاخر كده الفقرة دي كلها بتدور حوالين ان هم عاوزين يقولوا لك ان الروك متضايق جدا جدا من اللي الجماهير عملته، وتسببت بإلغاء مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة له اللي هي بينه وبين رومان رينز، وكل ده بسبب ان كودي رودز عاوز ينهي القصة. فهو متضايق جدا بقى من الجماهير بسبب كده، فراح جايبها لهم من الاخر وراح جاي واعد الجماهير بانه مش هيخلي كودي رودز يفوز باي طريقه. اللي هو مش انتوا عملتوا كده ولغيتوا المباراه دي؟ طب انا هوريكم. يعني زي ما تقولوا كده الروك داخل في تحدي مع الجماهير، وطول البرومو نازل شتايم فيهم وعمال يتريق على موضوع القصه بتاعت كودي رودز. فهو متضايق جدا من الجماهير ومتضايق جدا من كودي رودز. فكده قدامنا كودي والجماهير في كفه والروك في كفه ثانيه، ومحدش بقى عارف ايه اللي ممكن يحصل في ريسل مانيا. يعني بعد برومو سيس رولينز وكودي رودز كتير جدا من جماهير رومان رينز قلقت، وكتير جدا مننا اتاكد ان كودي رودز خلاص هيعملها في ريسل مانيا. بس دلوقتي الروك قال على جثتي ان كودي رودز يعملها في ريسل مانيا. هعمل كل ما في وسعي عشان اعمل الحوار ده. انا خلاص بقيت في البلاد لاين. انا قاعد لك هنا يا كودي انت وجماهيرك، انت خلاص قصتك انتهت. فبجد الموضوع سخن جدا جدا وبقى محير فوق ما تتخيلوا، وفي كميه توقعات جامده قوي على الموضوع ده بجد. يعني حقيقي انا اتحمست جدا من البرومو ده، ولكن بصراحه برومو سيس رولينز كان اجمد من البرومو بتاع الروك. يعني برومو سيس بصراحه دخل دماغي اكتر. يعني المهم ان احنا كده قدامنا برومو اترد عليه ببرومو تاني، والطريق لريسل مانيا مولع، ولسه وش هيحصل حاجات تانية جديده، لان كده يعتبر 2 ضد 4، فهتبقى صعبه قوي. عارف ان كودي رودز ب3، بس رومان رينز جاب لهم الروك وده هتلاقيه ب5 كده ولا حاجه. يعني فالحوار كبير فعلا يعني. بس لسه في حاجه اخيره كده يعني عاوز اقولها. هو الروك هنا رافع صباعه كده ليه؟ مش رافعه زيهم. السوشيال ميديا كلها مقلوبه على اللقطه دي، بس محدش عارف هي مقصود بيها ايه. يعني هل الروك عملها كده من نفسه ولا ليها هدف معين ولا ايه؟ مش معروف. فدي كده حاجه. الحاجه الثانيه بقى، بعد ما العرض خلص رومان رينز والروك حضنوا بعض عادي جدا والدنيا تمام ومفيش اي مشكله. وبعد كده الروك سلم على سولو سكوا، وسولو كان واقف اصلا قرفان من نفسه خلقه اساسا. يعني هو دي طبيعته يعني. اما بقى بول هيمن فراح جاي موطي على ايد الروك وراح جاي بايسها. اللي هو ايه ده يخرب بيتك؟ ايه شغل العبيد ده؟ لا ده شغل عبيد فعلا. يعني انت ممكن تظهر له الاحترام بشكل تاني عادي جدا، مش لازم توطي على ايده وتبوسها والشغل ده. يعني وايز مان ايه بقى ونيلة ايه؟ كده 60 نيلة عليك وعلى اللي جابك. وايز مان ايه؟ يلا ما علينا. المهم انتهت الفقره دي على كده. ودي للفقره دي 9 من 10. عرض النهارده يا رجاله كان جامد جدا بصراحه، ماتشاته حلوه جدا، والحدث الرئيسي كان جامد جدا برضو، وولع الطريق لريسل مانيا وللإليمينيشن تشامبر برضو. واديله 9 من 10 وبس كده يا معلم. هو ده كل اللي حصل في فرايداي نايت سماك داون. قول لي بقى في الكومنتات برومو مين عجبك اكتر، الروك ولا سيس فريكن رولينز؟ انا عن نفسي سيس فريكن رولينز هو اللي عجبني اكتر. مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.